السلام عليكم ورحمة الله. خوتي خواتاتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما نبداو هاد لا فيديو ما تنساوش الصلاة والسلام على رسول الله. كامل سمعتوا بالحادثة اللي صارت البارح في الجزائر العاصمة، وبالضبط حي بازيطة بباب الواد، واللي راح ضحيتها هاد المواطن اللي راهو امامكم الساكن بحي سانتوجان بولوغين بالعاصمة. والحادثة اللي صارت له كان داخل السيارة تاعو وطاحت عليه شقة بالكون فوق السيارة تاعو وتوفى، ربي يرحمه ويكون من اهل الفردوس الاعلى. وانتم خوتنا زيدوا ترحموا عليه وربي يصبر الاهل ديالو. المهم خوتي، هذا المواطن خرج بهذا لا فيديو اليوم الجمعه 30 جونفي 2026 من احد ابناء حي باب الواد، يوجه فيه رساله للسلطات المعنيه. كيما راكم تشوفوا خوتي العماره هذه لي بالكون اللي راهم فيها راشين وكامل، خرج يوجه فيه رساله للسلطات المعنيه قبل ما تزيد توقع كاش ديقه ولا. المهم هيا ما نطولش عليكم، نخليكم على فيديو خوتي. السلام عليكم خوتنا والله غير هاد الباتيمون شغل ما دابرينا شغل يدخلوا اقرب وقت ممكن باش يخدموها لنا، باسكو خلاص راهي طريق راف. شوف كيفاش راه هنا في باب الواد كاين مرصوات كيما هادوما بزاف دونجي لازم يتخدموا في لي طوبوس. البالكونات هادوما كيفاش راه عيد الشر لا يقدر او توفى البارح من هذاك بازيطه، ان شاء الله ربي يرحمه. حنا ماذا بينا ما نزيدش صراحه هنايا في وسط عليه باسكو راهي طريق راه باتيمون كومبلي لي بالكون ديالها كامل راهم كامل دونجي، لازم يتخدموا لازم يتريفوا، لازم السلطات المعنيه يدخلوا في اقرب وقت ممكن قبل ما تزيد تراك الصحه وسلام عليكم. المهم كيما شفتوا خوتي، العمارة هذه راهي تشكل خطر كبير على السكان والناس المارين من تما، يعني لي باساجي وكامل. وعلى بالي كاين درك ناس في التعليقات يكتبوا يقول لك علاش يعني سكان الحي هادو ماشي هما اللي يرموا العمارة هذه ويسقموها، ما يقدروش باش يدخلوا هما ويسقموها. هاد الخدمة تاع مختصين، لازم تسمى الدولة هي اللي تجيب مختصين وكامل اللي يعرفوا كيفاش يسقموا الحالة. ولهذا احنا من هذا لا فيديو نقولوا لخوتنا الناس اللي تسكن تما ولا تجي تقاري تما، ردوا بالكم خوتنا وعرفوا وين تقاري وين تحطوا السياره تاعكم، ماشي غير في باب الواد ولا المهم اي مكان ما تعرفوا واش تروحوا ليه، خاصه في الايام اللي كيما هادو يعني كيكونوا الريح والشتاء وكامل. ردوا بالكم خوتنا. هكذا خوتي. المهم ان شاء الله الرساله تاع خونا هذا توصل للسلطات المعنيه وتتدخل في اقرب وقت. وانتم خوتنا اتهلاو في رواتكم وما تنساوش تترحموا على اخونا اللي توفى البارح، ادعوا له ربي يرحمه ويكون من اهل الفردوس الاعلى وربي يصبر الاهل ديالو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.